لا محكمين. حكم. اسمع خلنا ومعتذرين للحداث هذا. شو عندنا؟ 4 عوالي وبسك لا نسرق الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم الجميع. هذا الفيديو توضيح لما حصل اليوم من انتقادات بعد نشرنا الفيديو لصاحبنا واخونا خالد الدوشان. طبعا خالد الدوشان غلط على الحدا والناس دارين كلهم غلط، وقد قلنا تاك الساعة احنا بالنسبة لنا احنا عارفين يشهد الله ما في قلوبنا كلمة على خالد، زلت لسان والدنيا مخترجة. لكن كل قبيلة وفيها سفهان وفيها غويان وفيها عقال، بس سفهان من الحدا هددوا خالد وقالوا له لازم يدخل الحدا وفعلوا منشورات لا يدخل الحدا خالد، لو يدخل لا نقتله ولا نفعل ولا نصنع ولا نترك. خالد اتصل لي قال يا شيخ صالح انا اشتي القاك وانا كذا كذا، قلنا اشبه يا خالد، قال ضروري القاك واشتي تصوروني وتنشروني، اعتذر للحدا انا ما معي الا الله في السماء والحدا في الارض ورزقي من ايديهم. قلنا الله المستعان يا خالد. التقينا به اليوم، فاجأنا ان ودى بناته وجهزته وصلح هذاك الموقف، واحنا يشهد الله ما كان لنا علم، وقلنا احنا عارفين واحنا على ثقه تامه بقبائلنا الحدا انهم بايشرفوا في الاول والاخير يحجه، من عادوا غلط ولا قاثي من خالد ولا شيء انا مستعد ارضيها انا لو رضيتها من بيتي. تمام، عفينا على خالد وقلنا عسامحك الله، الدنيا مخترجه والصاحب يقطع على صاحبه في حاجات اكبر ما هذا، وموقف ما يستاهل في الاول والاخير زلت لسان. المهم عفينا ودينا ما يلزم بعيد عن عين الكاميرات، لو ودينا قدام الكاميرات بيقولوا عينك فضيح تقروا ويدوا له زلط، لكن احنا فرقنا له بعد ما الموقف ودينا كسوة النسوان وصلحنا كل شيء وعفينا في وقته وحينه. تشاجن الفيسبوك وتناولوا الفيديو بشكل كبير. خالد ما فعل هذا الموقف الا علشان مقصده من السفهاء ذي يهددوه وذي يفعلوها محلقه والدنيا مخترجه، واليوم انفسهم ذي كانوا ينتقدوا خالد ويقولوا ما بلا يشد من الحدا، هم ذي انتقدوني هم بانفسهم دريتها. اما بناته وذي الداهن من نفسه يشهد الله ما لنا رضا، وبناتهم بناتنا ويعتبرين بناتنا واحنا اخواننا وخالد من زمان. وبالنسبه لذي يقولوا احنا غصبنا خالد ادى بناته واحنا استهناه واحنا كذا، لا الله المستعان، ما هي من عاداتنا ولا من اسلافنا، واسلاف القبائل معروفه في كل بلاد، وهذا هو من سلف القبائل، من اعتذر وحكم صاحبه ورضاه ما بشي، وخالد ورضى الحدا وعفينا في وقته وحينه وسلامتكم ما بش حاجه. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. ما زلنا حول قضية الشخص الذي يدعى خالد الذي ظهره وبناته محكم. عموما أنا عرضت فيديو والآن أعرض لكم من باب حق الرد وللتوضيح، يعني حتى لا نكون نظلم أحد. الشيخ الذي ظهر في التحكيم يعرض هذا الفيديو ويوضح ما حصل حول هذه القضية وإنها انتشرت وبعض الناس يعني فسروها بشكل مغلوط. أيضا بيكون في فيديوهات متداولة حول القضية، ولمن لم يفهم القصة حرضتنا فيديو في القناة قبل هذا الفيديو. هذا خالد الدوشان الذي قال القوسي وبخيتي وزيادي ما يسوح ذات البشاري، لحد فرضنا عليه ب4 عوالي يديها ونشيل لا نسرق الحدا. هذا ما عندنا وسلامتكم. صور نحن ويا جماعه علي لا محكمين. حكم. اسمع خلنا ومعتذرين للحداث هذا. شو عندنا؟ 4 عوالي وبسك لا نسرق الحدا. اعتذر في مسرق الحدا والعوالي حكم. الله المستعان. ما فيش كلام ما في حكم وخرج جاء مسراق بني بخيت بني زياد علي فيما جلا حدا طايل مسراق الحاجة طايل رجبك الكلام دي جلا منك علي. خلاص. الحين هذا الجهاز الاول حجر الحدا، وهذا حجر الحدا واحده، وهذا حجر القوسي، وهذا فوق الجهاز، وهذا حجر البخيتي، وهذا الجهاز، وانا دوشان زلت لسان يغلطوا في قران. الحين ما زادوا حكموا علي انا مستحيل. صلينا على النبي. انت دوشان يا خالد الناس كلهم، وانا قد وقعت والناس غثيوا من البشاري دي ما سكت ما حداهم والله ما مخلوق. واحنا بالنسبه لنا قد بنقطع على الحدا، قد احنا من كل حد من مصالح من البردون من كل بلاد دريتها. احنا مبيضين لك يا خالد ولا انا وخال هذه المره حلايتك، واصحابنا الحدا يقدرونا، ما صاحب لا يقطع على صاحبه، ما قد قطعنا عليهم في موقف لا في هذا الموقف الدوشان، ودوشاننا كلنا وزلت تقع، وكل واحد حاز مركزه ما قصرت حد، هي زلت لسان. الله المستعان. وانا دوشان والحدا فوق راسي، والبخيتي فوق راسي، والقوسي فوق راسي، انا الحين انا
وهم سلاطين ابي وجدي. لا حد منزل من حد ولا حد منزل من قيمه حد. القوسي فوق راسي والبخيتي فوق راسي والحدا كامل حذيها فوق راسي. الله المستعان. وانا راح زلت لسان. الله المستعان. الخطا انت اخطيتها في حق الحدا. الا يبدا حجرت برجال. ابوك وجدك على القاعد. الله المستعان. وانت بكلامك هذاك خليتها في القاعده حق ابوك وجدك. الله المستعان. يعني صاحبي قد جيتها ما جيتها. هذا المره لها. وهذا المره لك، واذا عدتها فالوجه للوجه ابيض. خلاص. وشأننا ولا عاد نعترف بك، لا تحضر بيننا ولا في مجامعنا. لا تعادها. ولا في مواقفنا ولا في اعناسنا ولا في صغيره ولا في كبيره، ووجهنا منك ابيض. هذا المره احنا عافين وسلامتك. ايوه هذا الخبر. هذا الخبر. قلت هاي ثلاث عافين ما هذا المره ايش عاد باقي؟ ايوه هذا الخبر. الله المستعان. لا نعفي لا ولا البنات ولا هذا الجزاء. وهؤلاء عقيله للحدا كامل. خلاص واحنا قد عافينا وقطعنا على اصحابنا وسلامتك. وهذا بيض الله وجهكم. وجهك ابيض. وانا دوشان عادي اول مره يعني يغلطوا في قرعه. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم الجميع. هذا الفيديو توضيح لما حصل اليوم من انتقادات بعد نشرنا الفيديو لصاحبنا واخونا خالد الدوشان. طبعا خالد الدوشان غلط على الحدا والناس دارين كلهم غلط، وقد قلنا تاك الساعه احنا بالنسبه لنا احنا عارفين نشهد الله ما في قلوبنا كلمه على خالد، زلت لسان والدنيا مخترجه. لكن كل قبيله وفيها سفهان وفيها غويان وفيها عقال. بس سفهان من الحدا هددوا خالد وقالوا له لازم تدخل الحدا وفعلوا منشورات لا يدخل الحدا خالد، لو يدخل لا نقتله ولا نفعل ولا نصنع ولا نترك. خالد اتصل لي قال يا شيخ صالح نشتي القاك وانا كذا كذا. قلنا اشبه يا خالد؟ قال ضروري القاك واشتي تصوروني وتنشروني. اعتذر للحدا، انا ما معي الا الله في السماء والحدا في الارض ورزقي من ايديهم. قلنا الله المستعان يا خالد. التقينا به اليوم فاجأنا ان ودى بناته وجهزته وصلح هذاك الموقف، واحنا يشهد الله ما كان لنا علم، وقلنا احنا عارفين واحنا على ثقه تامه بقبائلنا الحدا انهم بيشرفوا في الاول والاخير يحجه. من عادوا غلط ولا قاثي من خالد ولا شيء انا مستعد ارضيها انا لو رضيتها من بيتي. تمام. عفينا على خالد وقلنا عسامحك الله الدنيا مخترجه، والصاحب يقطع على صاحبه في حاجات اكبر ما هذا، وموقف ما يستاهل في الاول والاخير زلت لسان. المهم عفينا ودينا ما يلزم بعيد عن عين الكاميرات. لو ودينا قدام الكاميرات بيقولوا عينك فضيح تقروا ويدوا له زلط، لكن احنا فرقنا له بعد ما الموقف ودينا كسوة النسوان وصلحنا كل شيء وعفينا في وقته وحينه. اتفاجئ ان الفيسبوك يتناولوا الفيديو بشكل كبير. خالد ما فعل هذا الموقف الا علشان مقصده من السفهاء ذي يهددوه وذي يفعلوها محلقه والدنيا مخترجه. واليوم انفسهم ذي كانوا ينتقدوا خالد ويقولوا ما بلا يشد من الحدا، هم ذي انتقدوني هم بانفسهم دريتها. اما بناته وذي الدهن من نفسه يشهد الله ما لنا رضا، وبناتهم بناتنا ويعتبرين بناتنا واحنا اخواننا وخالد من زمان. وبالنسبه لذي يقولوا احنا غصبنا خالد ادى بناته واحنا استهناه واحنا كذا، لا الله المستعان ما هي من عاداتنا ولا من اسلافنا، واسلاف القبائل معروفه في كل بلاد، وهذا هو من سلف القبائل. من اعتذر وحكم صاحبه ورضاه ما بشي، وخالد ورضى الحدا وعفينا في وقته وحينه وسلامتكم ما بش حاجه. تحياتي لكم.